مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، حيث نسلط الضوء على إنجاز جزائري يبعث على الفخر ويؤكد أن الطاقات الإفريقية قادرة على المنافسة عالميا. قبل أن نبدأ، فضلا منكم وليس أمر، لا تنسوا دعمنا بالاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. في قلب مدينة دوسلدورف الألمانية، وأمام أعين كبار الخبراء والمختصين في مجال الطاقات البديلة والزيوت الطبيعية، تألقت الجزائر وتوجت بجائزة أفضل منتوج إفريقي في المعرض الأوروبي للزيوت والطاقات البديلة. هذا التتويج لم يكن مجرد صدفة، بل هو ثمرة جهود متواصلة واستثمار في الابتكار والجودة، واحترام للمعايير البيئية والصحية العالمية. المنتوج الجزائري اللي خطف الأنظار يتميز بتركيبة طبيعية فريدة مستخلصة من موارد محلية، ويعكس التزام الجزائر بتطوير قطاع الطاقات النظيفة والمستدامة. وقد أشاد الحاضرون بجودة المنتج واعتبروه نموذجا يحتذى به في القارة الإفريقية. هذا الإنجاز يفتح آفاقا جديدة أمام الجزائر، سواء على مستوى التصدير أو التعاون الدولي، ويؤكد أن الاستثمار في الطاقات البديلة لم يعد خيارا، بل ضرورة لمواجهة تحديات المستقبل. فهل سيكون هذا التتويج بداية لمرحلة جديدة من الريادة الجزائرية في مجال الطاقات؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة، لكن ما هو مؤكد أن الجزائر اليوم أثبتت أنها قادرة على المنافسة والإبداع والتميز.